عندنا تقرير هنروح مع كل حضراتكم، وعندنا تقرير عن كرنفال بعنوان ايد واحده مصر بتغني احلى. هنشوف هذا التقرير وبعده نرجع ولقائنا الاسبوعي المتميز مع استاذ الدكتور يحيى الرخاوي بعد هذا التقرير مباشره. تحت شعار ايد واحدة مصر هتبقى احلى، نظمت مجموعة من الجمعيات الاهلية كرنفال السياحة المصري بالتعاون مع مؤسسات اجتماعية اخرى تضم الشباب الواعي لمستقبل مصر الغالية. ويعتبر هذا اليوم بداية جديدة وامل في عودة السياحة الى مصر مرة اخرى. العالم كله يشعر ان مصر امان ومصر بلد خير ومصر في انتظاركم، ودي اللافتات الجميله اللي هم رفعوها ورافعينها النهارده، دي كلها بتدعو لتحسين الصوره وان الصوره الذهنيه عن مصر للعالم كله تبقى صحيحه، ان الشباب الجميل اللي عمل المعجزات خلال الفتره اللي فاتت دي قادر ان هو يكمل وان هو يصنع ويبني داخل مصر، منها اليوم الجميل اللي احنا فيه النهارده اللي هو هدفه تنشيط السياحه وعوده السياح الى بلدنا. احنا استهدفنا عدد كبير جدا من الاماكن السياحيه، ولكن فكرنا ان احنا نبدا باكتر مكان سياحي كان قريب جدا من ميدان التحرير زي ما حضرتك عارفه، وهو المتحف المصري. وناس كتير طلعت اشاعات انه المكان اتدمر وعدد كبير من الاثار السياحيه اتسرقت منه، ولكن زي ما حضرتك شايفه وزي ما احنا بندعو الناس كلها ان هي تشوف، لا المكان زي ما هو يا جماعه، والاثار بتاعتنا زي ما هي بخير الحمد لله. وقف الشباب حاملين لافتات تدعو السياح للعودة إلى مصر لزيارة آثار مصر الغالية، وأقسموا جميعا على الحفاظ على أمن مصر وثرواتها. كلمة حلوة وكلمتين. هدفنا ان احنا نقول للدول كلها، للبلاد كلها، ان بلدنا حلوه قوي، وبلدنا فيها اماكن كتيره حلوه، وان بلدنا بلد امن وامان فعلا، وان بلدنا احسن بلد في الدنيا. من هنا انا ادعو السائحين الامريكيين للعوده الى مصر، فهذا هو الوقت المناسب لدعم مصر سياحيا. هدف الكرنفال النهارده هو توجيه رساله للعالم علشان نقول لهم من امام المتحف المصري ان مصر كانت ولا زالت بلد الحضاره والامن والامان والسلام.